ايه الحاجة اللي انتي نفسك فيها دلوقتي وانتي هنا في دبي 2025؟ ايه الحلم او الجول الجديد اللي انتي شغال عليه؟ حاجات كتير والله ممكن تتغير، يعني ممكن اقولك الكلام ده ونتقابل السنة الجاية تكوني غيرتيه خالص. اتس اوكي. اوكي، عايزه اخش اكتر في سكه الانستتيوشنز اللي هي ميوزيومز وكده، فمحتاجه ان انا اعمل مؤسسات او متاحف او كده، مع انه هو ابطأ طريق ولكن اكتر طريق انا شايفاه rewarding at the end. لان انا ممكن اعرض مع جاليريز وده ان شاء الله يا رب يعني يحصل، بس انا مش بس فكره ان انا ابيع. مهم ان الواحد يبيع صح، مهم يا ريت اشتغل لا طبعا مهم اكيد، يعني ما اقدرش اقول لا، يعني لا مهم طبعا. محتاجه برضو اعمل investment فيا انا as an artist واصبر اكتر، وان انا اعمل body of work يبقى هقعد ما اعرفش سنتين مثلا او 3 سنين عشان اعرف اعمل body of work اللي هو 8 artworks مثلا. كل artwork عندي بتاخد من شهر ل3 شهور، عشان اعمل 8 يعني تقريبا سنتين، يعني بالحاجات يعني 3 مثلا. فمحتاجه اعمل body of work كبير. انا شغلي ابتدى يخش فيه شويه serialism اللي هو السرياليه، دي حاجه كنت عايزه اعملها من زمان، بس دلوقتي بقى عندي tools ان انا اقدر اعملها. فادخل اللي هو حاجه تبقى شكلها very hyper realistic، شكلها حقيقي جدا بس مش واقعي سريالي بالظبط. فده الدايركشن، بس ممكن يتغير يعني. هنشوف كل حاجه كل حاجه فاصل هنشوف.